اتكلمنا يا حبايبي في الحلقة اللي فاتت عن التكوينات الجيولوجية لسطح مصر، وشرحنا وفرمنا العصور والأزمنة الخمسة اللي اتكونت فيهم الأرض، وعرفنا كمان تكوينات كل زمن منهم. اللي لسه ما شافش الفيديو اللي فات مهم جدا تشوفه علشان تفهم الكلام اللي هنقوله في حلقة النهاردة. طيب، قلنا كمان الفيديو اللي فات ان على الرغم من ان الارض مكونة من طبقات، طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة، مترصصين فوق بعض كده لحد ما نوصل لاخر طبقة اتكونت، واللي هي اتكونت في الزمن الرابع احدث الازمنة، الا ان الخريطة الجيولوجية لسطح مصر كان ليها رأي مختلف، واللي شفنا عليها انتشار لتكوينات كل الازمنة اللي شكلت سطح مصر. معنى كده ان مفيش طبقات في الارض فوق بعضها زي ما اتفقنا وزي ما قلنا؟ لا، افهم بقى وركز معايا. معنى كده ان في عوامل اثرت في تشكيل الطبقات دي، واللي سميناها عوامل تشكيل سطح مصر. وايه بقى يا جيو العوامل اللي اثرت في تشكيل سطح مصر دي؟ بص يا غالي، العوامل اللي اثرت في تشكيل سطح مصر بتنقسم لجزئين: عوامل باطنية وعوامل التعرية الخارجية. وايه بقى يا جيو العوامل الباطنيه والتعريه الخارجيه دي؟ وبعدين احنا نعري الارض ليه يا جيو اصلا؟ ده حتى يبقى عيب والله. لا يا ابو المفهوميه يا ناصح، مش كده، افهم الاول. العوامل الباطنيه يعني عوامل بتؤثر في شكل الارض، بس العوامل دي بتحصل في باطن الارض. الارض دي بقى عامله زيك كده بالظبط. زي انا يا جيو؟ طب ازاي؟ بص يا سيدي، لما تبقى مثلا تعبان وبطنك وجعاك وماسك بطنك كده، مش بتلاقي بطنك كبيره كده وعندك كرش، صح؟ صح يا جيو. اهو بكده التعب الباطني اللي جواك اثر على شكلك الخارجي وخلاك بكرش، صح كده ولا ايه؟ ركز معايا. هي كمان الارض بيحصل فيها عوامل باطنيه بتحصل جواها وبتغير في شكلها الخارجي. العوامل الباطنيه دي بقى بتنقسم لثلاث انواع. النوع الاول التصدع او بيسموه الانكسار، تاني نوع التداخلات البركانيه، تالت نوع الالتواءات. اما بقى عوامل التعرية الخارجية يعني عوامل بتؤثر في شكل الارض برضه، بس العوامل دي بتكون خارجية، يعني بتحصل بره على سطح الارض مش جوه، يعني مش باطنية، وبتأثر برضه في الارض نفسها. خد بالك بقى، اللي بتعمله عوامل التعرية الخارجية دي في الارض فيه شبه بينه وبين موقف حصل لك قبل كده. موقف حصل لي انا يا جيو؟ ايه بقى هو الموقف ده؟ فاكر لما كنت ماشي في الشارع وبتلعب في موبايلك ومش واخد بالك وهوب لبست في عمود ودماغك ورمت وبقت قد كده؟ يا جيو فاكر، ده حتى لسه باينه في وشي والله. اهو العمود اللي انت لبست فيه ده يعتبر كده عامل خارجي، يعني براك بره جسمك، واثر برضه في شكلك الخارجي وخلى دماغك ورمت وبقت قد كده، صح كده ولا ايه؟ كمان الارض ليها عوامل خارجيه بتؤثر في شكلها وبنسميها عوامل التعريه الخارجيه، واللي هما الميه والهواء، التعريه المائيه والتعريه بفعل الرياح. تعالوا بقى نشوف حكايه كل واحده منهم ونعرف ازاي اثرت في تشكيل سطح مصر. يلا بينا يلا بينا. ورقم واحد معانا في العوامل الباطنيه، يعني العوامل اللي جوه الارض واثرت في شكلها الخارجي، رقم واحد التصدع او الانكسار. تخيل كده الارض شرخت انكسرت، زي التصدع اللي حصل في قاره جندوانا لاند الفيديو اللي فات، واللي نتج عنه تكون البحر الأحمر وكمان جبال البحر الأحمر وانفصال مصر عن شبه الجزيرة العربية، صح كده ولا ايه؟ اوعى تكون نسيت. قال لك بقى في الكتاب، ركز معايا وراجع دايما معايا من الكتاب، واكتب كل كلمة زيادة بنقولها علشان لما تيجي تراجع تاني بإذن الرحمن الموضوع يكون سهل معاك جدا. قال لك ايه بقى؟ قال لك ان نتجت الصدوع التي حدثت في مصر عن حركات أرضية، ومن أهمها الصدوع التي حدثت في عصر الإليوجوسين. وافتكر معايا كده العصر اللي آخره سين تبع أنهي زمن؟ الزمن الثالث يا جيو، برافو عليك. حصلت بقى صدوع في عصر الإليوجوسين اللي هو بين قوسين كده الزمن الثالث، نتج عن حدوثها تكون البحر الأحمر وكمان جبال البحر الأحمر وكمان جبال جنوب سيناء. خد بالك بقى، التصدع أو الكسر ده ما بيحصلش غير في الصخور الصلبة بس، زي الصخور اللي تكون منها جبال ايه؟ البحر الاحمر الناريه المتحوله. يعني مثلا تعالى هوضح لك الحته دي بمثال صغير كده. هنجيب مثلا صخر لين، هنعتبر الورقه دي صخر لين ونفضل نضغط عليها في الجناب، نضغط نضغط نضغط. ايه ده؟ الورقه انكسرت؟ ابدا يا جيو، دي التوت بس، حصل لها حاجه اسمها التواء، وهنعرف بعد شويه يعني ايه التواء، اللي هو المنظر اللي انتوا شايفينه ده. طيب نركن الصخر اللين ده ونجيب صخر صلب، هنعتبر القلم ده
صخر صلب. طيب تعالى نضغط عليه زي ما ضغطنا على ورقة كده، يلا بينا نفضل نضغط عليه نضغط عليه، هوب الصخر الصلب انكسر. معنى كده ان الكسر ما بيحصلش غير في الصخور الصلبة، الصخور اللي قلنا عليها صخور نارية متحولة اتكونت في الزمن الاركي. برافو عليك. طيب لو سمحت يا جيو، انا في حكايه كده لفه في دماغي ومش لاقي لها اجابه. لا اتفضل يا حبيبي، اتفضل قول ايه اللي لافف معاك. ها دلوقتي حضرتك بتقول ان التصدع بيحصل في الصخور الناريه الصلبه واللي هي اتكونت في الزمن الاركي، تمام؟ تمام خالص. طيب منين بقى قلت من شويه ان نتج عن الصدوع تكون البحر الاحمر وجبال البحر الاحمر كمان، واللي حدثوا في عصر الاوليجوسين واللي هو اصلا من عصور الزمن الثالث؟ مش المفروض بقى يا جيو جبال البحر الاحمر دي صخورها ارقيه؟ يعني المفروض كانت اتكونت بسبب تصدع في الزمن الاركي مش الزمن الثالث يا جيو، صح كده ولا ايه؟ ولا انا في حاجه لفه معايا؟ لا هي لفه معاك سيكه صغيره كده. بص بقى وركز معايا كويس جدا جدا في الكلمتين الجايين دول. بص بقى، اتفقنا مع بعض ان الارض اتكونت من طبقات فوق بعضها، كان اول الطبقات دي في الزمن الاركي واللي اتكون فيه صخور ناريه صلبه. تمام. صخور الزمن الاركي دي بقى اتكونت وفضلت ماسكه في بعضها كده كتله واحده لحد ما جه الزمن الاول وعدى، وجه الزمن الثاني وعدى، وجه الزمن الثالث في عصر الاوليجوسين وما عداش يا عم الحاج. حصل ايه بقى؟ حصل صدع كبير نتج عنه شرخين او صدعين متوازيين ماشيين قصاد بعض كده بالظبط، بس حصلوا فين؟ في صخور الزمن الاركي زي ما شفنا في الرسمه اللي معانا دي، واللي نتج عنه انفصال الارض لجزئين كونهم جبال البحر الاحمر على الجنبين، والميه جرت بينهم وكونت البحر الاحمر. يبقى نفهم ايه بقى من الكلام ده؟ نفهم، ركز معايا، ان الصخور نفسها اللي حصل فيها الكسر او الصدع ده صخور اركيه ترجع للزمن الاركي، لكن تكوين الصخور دي نفسها للبحر الاحمر وجبال البحر الاحمر كانت نتيجة التصدع اللي حصل للصخور الاركية برضه، بس في عصر الاوليجوسين اللي بيرجع للزمن الثالث. شفت اللفة؟ الحتة دي مهمة جدا لازم تفهمها. لو لسه لفة معاك رجع الفيديو الدقيقة دي واسمعها تاني وان شاء الله تفهمها. يعني بص ركز معايا، لو جه سألك في الامتحان س تعود تكوينات جبال البحر الأحمر لنفس الزمن التي ظهرت فيه صخوره، من ضوء دراستك ما مدى صحة العبارة؟ عبارة خاطئة طبعا يا جيو، لأن حضرتك لسه قايل لنا تكوينات جبال البحر الأحمر اللي هي الصخور نفسها تنتمي للزمن الأركي، ولكن ظهور التكوينات دي في صورة جبال البحر الأحمر ارتبطت بالحركات الصدعية اللي حصلت في عصر الإوليجوسين، بس كانت في الزمن الثالث. برافو عليك. طيب سؤال كمان، ركز معايا. س يظهر أثر الصدوع بشكل ملحوظ في كل من نقط ونقط. هل الوادي ولا الصحراء الشرقية ولا جنوب سيناء ولا الصحراء الغربية؟ ركز معايا بقى، احنا قلنا ان الصدوع بتحصل فين؟ في الصخور الصلبة، بتتكسر زي القلم ما اتكسر كده. والصخور الصلبة دي قلنا انها من تكوينات الزمن الاركي. طيب وتكوينات الزمن الاركي دي بقى اماكن انتشارها فين؟ يبقى لو سمعت الفيديو اللي فات هتعرف ان الصخور الاركية بتنتشر فين. سمعني كده. في الصحراء الشرقية وجبال جنوب سيناء يا جيو. برافو، ممتاز جدا. كمان عاوز الفت انتباهك لحاجة صغيرة كده، ايه هي بقى؟ ان ساعدت الصدوع العديدة في المناطق الجبلية وكذلك عمليات التعرية المائية على تكون مجاري الأودية الجافة مثل وادي في قنا اسمه وادي قنا. يعني ايه الكلام ده يا جيو بقى؟ وازاي يعني التعرية المائية ساعدت الصدوع في عمل أودية جافة؟ سم الله، صلى على رسول الله. ركز معايا، المناطق الجبلية لما بيحصل فيها انكسارات وصدوع زي ما شفنا ويجي الشتاء والسما تمطر، الشروخ أو الكسور دي بقى بتتملي من مية المطر، وكمان المية وهي نازلة في الشروخ دي بتنحت وبتفتت في الصخر، فالشروخ بتبتدي توسع وبتكون حاجة اسمها مجاري الأودية الجافة زي اللي قدامنا في الصورة دي. طيب وسموها أودية جافة ليه يا جيو؟ ما مية المطر بتملاها، المفروض بقى تكون اسمها أودية مبللة مش جافة. ما بص يا سيدي بقى وخد بالك من حاجة مهمة قوي، المطر ده بينزل في مواسم معينة زي الشتاء كده، صح كده ولا ايه؟ ركز معايا، معنى كده ان الأودية دي طول السنة بتكون جافة مش بتتملي غير لما السنة بتمطر. امتى؟ في الشتاء، وعلشان كده سموها أودية جافة.
يعني جافة طول السنة ما عدا الموسم اللي بتتملي فيه مية. طيب حلو خالص. عندنا في مصر بقى وادي جاف اسمه وادي قنا. خلصنا كده الحمد لله أول نقطة في العوامل الباطنية، واللي هي التصدع أو الانكسار. تعالوا بقى نشوف حكاية تاني نقطة معانا في العوامل الباطنية واللي أثرت برضه في شكل سطح مصر، وهي التداخلات البركانية. النار بقى خد بالك تتلسع. والبراكين بقى نتجت عن اندفاعات وخروج طفوح البازلت البركاني مصاحبا للحركات الصدعية. خدتوها قبل كده في اعدادي صح كده ولا ايه؟ افتكر. جيتم هنا بقى في الثانوي نشرح لكم بالتفصيل، ركز معايا. بوم، يحصل بركان يطلع له صخور بتغلي. منين يا جيو؟ من باطن الارض، تطلع لفوق على سطح الارض. الصخور دي كانت معرضه لايه؟ لضغط وحراره شديده جدا تحت في باطن الارض، فتخرج بقى طفوح البازلت اللي بتغلي دي اللي اتكونت في عصور قديمه جدا، وتطلع لفوق على سطح الارض وتتداخل مع صخور ازمنه حديثه زي اللي اتكونت في الزمن الرابع. التداخل ده بقى بنسميه تداخلات بركانيه. وطفوح البازلت البركانة ده يا حبايبي علشان تخرج لسطح الأرض لازم تكون مصاحبة لحركات صدعية. يبقى هنا بقى بنربط بين العوامل الباطنية وبعضها. التصدع لازم يكون مصاحب للتداخلات البركانية، يبقى كده العوامل الباطنية بتساعد بعضها في تشكيل سطح مصر. ازاي بقى بيحصل الكلام ده؟ ركز معايا، سمي الله صلى على رسول الله. لما البازلت ده بيتعرض لضغط وحرارة شديدة جدا في باطن الأرض وخلاص بقى بيغلي ومش قادر يقعد تحت في باطن الارض وعاوز ينفجر ويطلع لبره، بيعمل ايه بقى؟ بيجي هنا بقى وبيدور على اماكن ضعيفه، الاماكن اللي فيها قصور او صدوع في الارض، فبيروح خابط فيها ببركان وتطلع طفوح البازلت البركاني من باطن الارض لفوق على سطح الارض وتتداخل مع صخور تانية اتكونت في ازمنه مختلفه. وهو حصل براكين قبل كده في مصر يا جيو؟ طبعا حصل بركان في شمال الفيوم. كان في زمان صدع او شرخ في ارض شمال الفيوم. البازلت اللي بيغلي ده بقى اللي في بطن الارض وهو عاوز يخرج لبره بطن الارض، فبيبص كده في القشره الارضيه لقى شرخ او صدع موجود فين؟ في شمال الفيوم، فقام خبط فيه في بركان وطلعت طفوح البازلت البركاني، واللي نتج عنه تكون الطفوح البازلتيه بجبل قطراني شمال الفيوم. وفضل البركان شغال ويطلع في طفوح بازلتية، وجبل قطراني يكبر 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 لحد ما وصل سمك طفوح البازلت بس اللي بتغطي جبل قطراني 35 متر. السمك بس بتاع الطفوح البازلتية وصل ل 35 متر داير ما يدور كده الجبل. طيب بكده نكون خلصنا حكاية التداخلات البركانية. تعالوا بقى نشوف حكاية ثالث نقطة معانا في العوامل الباطنية وهي الالتواءات. وايه الالتواءات دي يا جيو؟ بتحصل ازاي؟ سم الله صلى على رسول الله. ركز بقى معايا. قلنا ان الصدوع او الانكسارات بتحصل ازاي؟ نتيجة الضغط على الصخور النارية الصلبة فبتتكسر زي ما كسرنا القلم كده. الالتواءات بقى بتحصل نتيجة حدوث حركات ضغط جانبية. بنضغط على ايه؟ على صخور لينة. زي مثلا لو جبنا الورقة دي زي ما شفنا من شوية، وده صخر لين اهو، نفضل نضغط عليه نضغط عليه نضغط عليه، حصل له ايه؟ التواء، او المنظر ده اسمه التواء. الصخر اللين التوى اهو، بقى عامل شكل القوس اهو. يعني ممكن يجي في سؤال ويقول لك الاقواس، تعرف على طول ان هي الالتواءات. الاقواس والالتواءات معنى واحد. وكمان نتيجة الالتواءات بيحصل عندي ارتفاعات ومنخفضات. شوف كده الورقة لما التوت بقى عندي اهو ارتفاع في منطقة وانخفاض في مناطق تانية. طيب ممكن العكس، ممكن الورقة دي تلتوي العكس كده فيحصل عندي ايه؟ وادي اهو، عندي وادي في النص، في اماكن انخفضت واماكن تانية ارتفعت وكونت لي ارتفاعات. معنى كده ان الالتواءات بتحصل فين؟ في الصخور اللينة. يبقى تاني الالتواء نتج عن ايه؟ عن حدوث حركات ضغط جانبية ادت الى التواء. بيحصل التواء اهو، ضغط جانبي على الجناب على صخر لين فبيلتوي، وبتظهر على شكل ايه بقى؟ على شكل قباب زي قبة الجامع كده. ولما القبة تبقى لفوق كده بالشكل ده بنقول عليها التواء محدب. وممكن القبة دي نتيجة الضغط تنزل لتحت اهو، وفي الحالة دي بنسميها التواء مقعر. يعني انت عاوز تقول لنا ايه يا جيو من الحاجات دي؟ عاوز اقول لك ان ارض مصر تعرضت لحركات ضغط جانبية قادمة من ناحية الشمال الشرقي، يعني جايه لنا من ناحية فلسطين. ارض مصر انضغط عليها من ناحية الشمال الشرقي زي ما ضغطنا على الورقة كده بالظبط. الضغط ده بقى ادى الى حدوث التواءات خفيفة
لتظهر في شكل قباب. ومعظم الالتواءات اللي حصلت في مصر كانت معظمها قبة طالعة لفوق زي قبة الجامع كده طالعة لفوق، واسمها التواءات محدبة. طيب تعالوا بقى نشوف خريطة الالتواءات اللي حصلت في مصر، يلا بينا. شوف مصر كده لما انضغط عليها من ناحية الشمال الشرقي، يعني الضغط جاي منين؟ من هنا، وفضل ماشي ماشي ماشي. أول حاجة قابلته في مصر إيه؟ شبه جزيرة سيناء. فقام الضغط عمل لنا التواءات في شمال شبه جزيرة سيناء، وكون لنا إيه بقى؟ جبال صغيرة كده زي ما أنت شايف، زي جبل الحلال والمغارة ويلق. ولو بصينا على مفتاح الخريطة هنلاقي إن الأسهم الحمراء دي معناها التواءات محدبة. يعني إيه بقى؟ يعني قبة طالعة لفوق زي قبة الجامع كده، وعلشان كده قلنا جبل يعني طالع لفوق زي جبل الحلال والمغارة وجبل كمان يلق. بس يا جيو، دي الخريطة كلها أسهم حمراء، مفيش غير سهم واحد بس أزرق أهو. ما هو معنى كده إن معظم الالتواءات اللي حصلت في مصر معظمها التواءات محدبة، يعني التواءات طالعة لفوق عاملة زي قبة الجامع زي ما قلنا. مفيش غير التواء واحد بس مقعر حصل في مصر، وكان شكله منخفض كده يعني قبة بس بالعكس، وهو الالتواء اللي حصل في وادي عربة في الصحراء الشرقية. وركز كده اسمه ايه؟ وادي عربة. وادي يعني منطقة منخفضة وجنابها عالية زي ما عملنا بالورقة من شوية. خد بالك بقى وركز معايا في الحتة دي. نتيجة الالتواءات دي بقى ظهر عندنا في مصر قبة غريبة الشكل والوصف، وهي قبة البحرية بالصحراء الغربية، والتي تحولت إلى منخفض الواحات البحرية. معقول الكلام ده يا جيو؟ قبة الواحات البحرية يعني قبة طالعة لفوق زي قبة الجامع كده تتحول لمنخفض يعني مكان واطي؟ طب ازاي الكلام ده بقى يا جيو؟ احنا هنا بقى قدام ظاهرة مراحل تكوينها ربطت بين العوامل الباطنية اللي هي الالتواءات، وكمان العوامل الخارجية واللي هي المية والهواء. طبعا في أسئلة كتير دلوقتي بتدور في دماغك، فعلشان أوفر عليك وقتك تعال أحكي لك حكايتها. سم الله، صل على رسول الله. في منطقة في الصحراء الغربية اسمها منخفض الواحات البحرية، واللي احنا عارفينه طبعا. المنخفض ده بقى زمان ما كانش منخفض، كان قبة محدبة طالعة لفوق أكنه جبل صغير كده. معقول يا جيو؟ معقول. اسمع بقى باقي الحكاية. اتعرضت منطقة البحرية دي في بداية تكوينها لحركات ضغط جانبية، فالتوت وارتفعت لأعلى وكونت قبة البحرية. ومع الوقت بقى قبة البحرية تعرضت للتصدع والتشرخ، ودخلت مصر على فترة مطيرة. هوب الدنيا مطرت ودخلت المطر في الصدوع، وقعدت تفتت وتكسر في القبة وتنحت فيها. هوب المطر وقف ودخلت مصر على فترة جفاف. المية اللي كانت بتنزل من المطر نزلت تحت في باطن الأرض وكونت المياه الجوفية. وطبعا قبة البحرية كانت بقت ضعيفة خالص وبقت هشة، فجم شوية هوا قعدوا يفتتهم في القبة وينقلوا من الرمل والصخور من القبة لمكان تاني، لحد ما قبة البحرية اتنحتت وتحولت لمنخفض الواحات البحرية. تعال بقى أسألك سؤال في الحدوتة اللي حكيناها لك دي، أشوفك فاهم ولا فصوص السفند دي مشغولة بحاجة تانية. ركز بقى معايا. شاركت العوامل الباطنية والخارجية الاتنين في تشكيل ظاهرة تدريسية اسمها ايه؟ هل بحر الرمال العظيم، ولا جبال البحر الأحمر، ولا منخفض الواحات البحرية؟ يبقى الإجابة منخفض الواحات البحرية يا جيو، عشان شارك في تكوينها الالتواءات ودي عوامل باطنية، وكمان المياه والرياح ودي عوامل خارجية. برافو عليك، سؤال سهل خالص اهو، مفهوش اختراع يعني ولا حاجة. طيب لو سألتك بقى جبل قطراني في شمال الفيوم اتكون نتيجة ايه؟ تدخلات بركانية يا جيو. برافو. طيب جبال البحر الأحمر؟ لا دي بقى يا جيو تصدعات. حلو خالص، انت كده بالنسبة لجزء العوامل الباطنية تمام. تعال بقى نشوف العوامل الخارجية، واللي هي المية والهواء زي ما عرفنا، واللي ساعدت في تشكيل سطح مصر. عوامل التعرية الخارجية. يعني ايه بقى يا جيو التعرية دي؟ تعال يا سيدي نقول لك يعني ايه تعرية، الكلمة اللي محيراك دي. اسمع يا سيدي، التعرية دي بقى الحرامي اللي بيسرق اي حاجة من مكانها ويوديها مكان تاني. وعندنا بقى في عوامل التعرية الخارجية التعرية المائية والتعرية بفعل الرياح زي ما عرفنا. وسواء التعرية المائية او التعرية بفعل الرياح، فالتعرية عموما بتمر بثلاث عمليات بيحصلوا ورا بعض كده بالترتيب، وهما النحت والنقل والارساب. يعني ايه بقى؟ ركز معايا. لو عندي جبل او قبة صغيرة كده زي قبة البحرية اللي خدناها من شوية واللي اتحولت لمنخفض البحرية، عندي بقى قبة زيها اهي،
فجيت الميه قعدت تنحت لي فيها وتدخل جواها، والهوا كمان جه وقعد ينحت لي فيها، وفضلوا من الاتنين ينحتوا لحد ما الجبل اتكسر واتفتت وتحول لحتت زي ما انت شايف كده. يجي بقى دور المرحلة التانية، النقل. المية بقى والهوا وهي ماشية في سكتها بتنقل الصخور اللي اتكسرت دي، ويفضلوا ينقلوا فيها لحد ما المية والهوا ما يسيبوها في حالها، فالصخور المفتتة دي بقى تروح قاعدة مكانها وتتبط، وهي دي بقى آخر مرحلة واللي بنسميها الإرساب، يعني بتترسب وتقعد مكانها. طيب سمي الله بقى وتعالى نشوف مع بعض حكاية التعرية المائية الأول. وبتنقسم التعرية المائية لثلاث حاجات: التعرية النهرية يعني تعرية بفعل مية النهر، وتعرية بحرية يعني تعرية بفعل مية البحر، وكمان تعرية بفعل المياه الجوفية واللي هي المية اللي بتنزل وبتتجمع تحت في باطن الأرض، هي كمان بتعمل تعرية. نبتدي بقى بأول حاجة وهي التعرية النهرية. والتعرية النهرية يا حبايبي هي عمليات النحت والنقل والإرساب. زي ما قلنا التعرية بتمر بثلاث عمليات، والتي تقوم بقى هنا بها مياه الأنهار، حيث تنحت مجاريها. اهي العملية رقم واحد النحت. مية النهر بتكون ماشية في النهر باندفاع وقوة، فطول ما هي ماشية بتفضل تنحت في جوانب النهر، تاكل فيه، تنحت وتاكل في الطينة الموجودة على الجانبين. وبعد ما تنحت كل الطينة اللي بتنحتها دي بتقوم بنقل رواسبها وترسبها فين؟ على جانبي مجرى النهر او عند مصبه. ومصب النهر ده يا حبايبي اللي هو خلاص مية النهر وصلت لاخر مسارها وبتصب ميتها بقى فين؟ في البحر. ونتج عن حدوث التعرية النهرية دي حاجتين، ركز معايا بقى. لو النهر رصب الفتافيت اللي نحتها دي على الجنبين بيتكون السهل الفيضي على جانبي نهر النيل. طيب لو خد الفتافيت اللي نحتها دي ومشي بيها لحد الاخر ورصبها عند مصبه بيتكون عند الدلتا عند مصب نهر النيل. فلو فتحنا الخريطة هنلاقي الدلتا اهي، المثلث الاخضر اللي في اخر نهر النيل ده، واللون الاخضر ده كله بقى يا حبايبي الرواسب الطينية اللي رصبها مية نهر النيل، واللي لها دور كبير طبعا في الزراعة زي ما احنا عارفين. اما النيل بقى على طوله كده اسمه الوادي، واللي اترسب على جنبينه الطين وكون لنا السهل الفيضي، واللي هي برضو الارض الزراعية اللي باللون الاخضر على جنبين النيل دي. خلصنا كده حكاية التعرية النهرية، بس عاوز اقول لك قبل ما ندخل على التعرية البحرية حاجة صغيرة كده ركز معايا فيها، ان ما زالت عمليات التعرية التي يقوم بها نهر النيل من نحت ونقل وارساب مستمرة منذ ان شق النهر مجراه في الاراضي المصرية وحتى الان. يعني النيل عمال ينحت وينقل ويرسب من يوم ما وجد على ارض مصر، وهيفضل على كده على طول ان شاء الله طول ما المية بتجري فيه. تاني حكاية معانا بقى في التعرية المائية التعرية البحرية، يعني عمليات النقل والنحت والإرساب التي تحدث بقى بفعل الأمواج. بص معايا كده، يا سلام على الموجة وحلاوتها، يا سلام يا سلام. عمالة رايحة جاية على شط البحر، رايحة جاية بتلعب، لا يا حلو دي بتعمل لي تعرية بحرية. عمالة تنحت في رمل الشط وتنقل الرملة جوه البحر وترسبها، اللي هما الثلاث مراحل النحت والنقل والإرساب، وتعمل بالرملة دي بقى في البحر جزر أو شواطئ. طيب والتعرية البحرية بتحصل كمان بفعل غير الأمواج؟ ركز بقى، بفعل التيارات البحرية. والتيارات البحرية دي يا حبايبي اللي هي مية المحيط اللي بتتحرك لمسافات طويلة جدا، وكمان من المد والجزر. والمد والجزر بقى زي ما انتم عارفين ارتفاع أو انخفاض في منسوب مية البحر، واللي بينتج عنه برضو عمليات نحت ونقل وإرساب. كل ده بقى اسمه تعرية بحرية. وتعمل التعرية البحرية على تشكيل السواحل وتكوين الشواطئ. حلو قوي. عندي بقى شوية أشكال بحرية نتجت بسبب حدوث التعرية البحرية دي. زي إيه بقى؟ زي مثلا الرؤوس الأرضية، يعني البحر يقعد يرصف في حاجات على اليابس لحد ما اليابس يتوغل ويدخل جوه مية البحر ويطلع الراس اللي قدامنا دي. كمان بفعل التعرية البحرية بتظهر الخرجان، زي طبعا خليج السويس والعقبة بتوعنا. مية البحر بقى نحتت في الأرض وفضلت تنحت لحد المية ما دخلت وتوغلت في اليابس وكونت خليج السويس والعقبة. كمان والشروم دي بقى بتبقى حاجات كده زي الخلجان بس على صغير شوية، زي مثلا شرم الشيخ اللي عندنا في سينا. اهو شايفين الشرم الصغير ده؟ اهو هو ده بقى شرم الشيخ. وشايفين طبعا الفرق بين شرم الشيخ او الشرم عموما وبين خليج السويس او خليج العقبة.
الخليج طبعا مساحته كبيرة جدا بالنسبة لمساحة الشرم. اتكون كمان الجروف الساحلية. بص كده الصورة اللي معانا دي، صورة عالي جدا نازل بحيطة سد على المية، مفيش بقى لا شط ولا حاجة. اهو المنظر اللي انت شايفه ده اسمه جرف ساحلي. المية فضلت تنحت في الصخور لحد ما كونت المنظر الطبيعي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اخر حاجة بقى اتكونت بفعل التعرية البحرية الشواطئ الرملية، واللي هي بقى الشواطئ اللي بنروح نصيف عليها قدام البحر، كلنا عارفينها طبعا. تعالوا بقى نشوف حكاية اخر عامل معانا من عوامل التعرية المائية، واللي هو التعرية بفعل المياه الجوفية. مش المياه الجوفيه دي يا جيو اللي هي موجوده تحت في باطن الارض؟ هي بعينها. طيب وهي دي كمان بتعمل تعريه وبتشكل في سطح الارض يا جيو؟ انت مستقل بيها دي ولا ايه؟ ده عامله لنا حوارات كتير جدا تحت الارض. تعالى بقى نشوف حكايتها، يلا بينا يلا بينا. شوف كده الاول عمك الحاج بيقول لك ايه في الكتاب. بيقول: شهدت الاراضي المصريه في الماضي العديد من الفترات المطيره، اخرها ما حدث في عصر البلايستوسين. مصر جه عليها بقى فترات كان بينزل فيها مطر غزير جدا، وفضل الحال على كده لحد ما جه عصر البلايستوسين وتوقفت الامطار الغزيره دي. افتكر ان عصر البلايستوسين ده كان في الزمن الكام؟ الزمن الرابع يا جيو. الله يديك الصحه، برافو. هي الفتره المطيره اللي جت على مصر كان اخرها عصر البلايستوسين اللي في الزمن الرابع ده. ولكن المفاجأة بقى الأمطار الكتيرة اللي نزلت على أرض مصر دي اتسربت ونزلت تحت في باطن القشرة الأرضية. بتنزل منين بقى؟ من الشقوق والفواصل، التصدعات اللي في القشرة الأرضية، الأماكن الضعيفة، وكونت لي يا عم الحاج بقى المياه الجوفية في باطن الأرض، واللي هتعمل لنا شوية تعرية جامدين جدا هنشوفهم مع بعض دلوقتي. سمي الله بقى وركز معايا. المية وهي نازلة من سطح الأرض لتحت في باطن الأرض بتمشي ساكتة كده أبدا. قالت لك اشمعنى المية النهرية والبحرية بيفضلوا ينحتوا وينقلوا ويرصبوا طول ما هم ماشيين في سكتهم، وراحت قايلة والله ده انحت أنا كمان، وفضلت تنحت في الشقوق والفواصل اللي نزلت منها وتاكل في الصخور علشان تعمل لنفسها سكة أو طريق تنزل منه لباطن الأرض. وفضلت تاكل في الصخور وخصوصا صخور الحجر الجيري لحد بقى ما دوبت لي الحجر الجيري اللي تحت الارض، والحجر الجيري وقع وعمل لي فراغات تحت الارض زي ما انت شايف كده. الفراغات دي بقى او الحتت الفاضيه اللي انت شايفها دي بنسميها ايه بقى؟ كهوف. ودي اشكال الكهوف، وليها طبعا اشكال تانية كتير جدا جميله في الحقيقه. يبقى لو جيت اسالك بقى الكهوف اتكونت بسبب ايه؟ يبقى وانت مغمض عينك كده بفعل التعرية بالمياه الجوفية. برافو عليك. طيب تعالى بقى نشوف مع بعض كاتب لنا ايه في الكتاب تاني في الجزئية دي. يلا بينا. قال لك: شهدت الأراضي المصرية في الماضي العديد من الفترات المطيرة، آخرها ما حدث في عصر البلايستوسين، وقد أدى ذلك إلى تسرب كميات كبيرة من مياه الأمطار في باطن القشرة الأرضية، وقيام هذه المياه بتوسعة الشقوق والفواصل، وإذابة كمان صخور الحجر الجيري، مما أدى لأشكال ناتجة عنها وهي تكون العديد من الكهوف زي ما احنا شفنا في الصور دلوقتي. يبقى لو جيت سألتك هنا ركز معايا. ماذا يحدث إذا لم تشهد مصر فترات مطيرة في الزمن الجيولوجي الرابع؟ سمعني بقى هتقول ايه؟ يبقى يا جيو ما كانش فيه كهوف هتتكون في الصخور الجيرية. برافو عليك، ممتاز. وممكن كمان نقول ان لو ما كانش فيه فترات مطيرة جت على مصر كانت المياه الجوفية هتكون قليلة، صح كده ولا ايه؟ وبالتالي كانت هتأثر لي على فرص استصلاح أراضي زراعية في المناطق الصحراوية واللي بتعتمد على المياه الجوفية. طيب كده احنا خلصنا الثلاث انواع بتوع التعرية المائية: التعرية النهرية والبحرية والتعرية كمان بفعل المياه الجوفية. تعالوا بقى نشوف آخر حكاية معانا في درس النهاردة واللي أثرت بقوة في تشكيل سطح مصر، واللي هي إيه بقى؟ التعرية بفعل الرياح. الرياح بقى جت شدت حيلها كده وعملت 7 رجالة في بعض، وعملت لنا هي كمان شوية عمليات نحت ونقل وإرساب، بس فين؟ في المناطق الصحراوية. طيب واشمعنى يعني يا جيو في المناطق الصحراوية؟ اسمع يا سيدي، جيت على مصر فترات مطيرة أدت لتكون المياه الجوفية زي ما عرفنا من شوية. طيب جميل. بعد ما الفترات المطيرة دي بقى انتهت، جيت على مصر فترات جفاف، يعني ما فيهاش مطر خالص. وطالما ما فيش مطر والدنيا جفاف، قامت الرياح لعبة وعملت لنا بقى شوية عمليات نحت ونقل وإرساب جامدين جدا، بس فين؟ في المناطق الصحراوية. وده لأن قوة الرياح بتكون عالية جدا في المناطق الصحراوية
عن المدن السكنية طبعا. ليه بقى؟ لأن المناطق الصحراوية بتكون فاضية، الهواء بقى بيقدر يتحرك وياخد راحته ويطير بقى في الرمل والصخور براحته، صح كده ولا ايه؟ طيب وهي الرياح لما بتطير الرمل والصخور يا جيو ايه اللي بيحصل يعني؟ تعالى يلا نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل. قالك ايه بقى؟ قالك تلعب الرياح دورها كعامل نحت ونقل وإرساب في المناطق الصحراوية بمصر، حيث نشطت في فترات الجفاف الحالية، ونتج عن نشاطها ركز بقى نشوف الرياح لما اشتغلت ونشطت حصل ايه. رقم 1، حفر المنخفضات الصحراوية بالصحراء الغربية زي منخفض القطارة والخرجة، وقد ساعدها في ذلك عوامل أخرى زي الصدوع والتعرية المائية. يبقى الرياح هنا لما اشتغلت في فترات الجفاف، قوة الرياح بقى حفرت لي منخفضات في الصحراء الغربية، ولكن الرياح ما عملتش كده لوحدها، ده ساعتها في كده الصدوع اللي هي ايه؟ عوامل باطنية، وكمان ساعتها التعرية المائية واللي هي عوامل خارجية. الله، ده معنى كده ان العوامل الباطنية والخارجية دول عصابة بقى بيساعدوا بعض عشان يقوموا بعمليات النحت والنقل والإرساب ويغيروا في شكل الأرض. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ ركز معايا. أول ما الأرض بتتصدع وتبقى مليانة شروخ زي ما عرفنا في العوامل الباطنية التصدعات، سبحان الله كده تيجي فترة مطيرة تقوم الدنيا مطرة مالية الشروخ دي مية، وتضعف من قوة الشروخ وتنزل المية دي لتحت وتكون لنا ايه؟ المياه الجوفية زي ما عرفنا، وتخلص الفترة المطيرة وتدخل علينا بقى فترة جفاف. طبعا الصخور مشرخة وضعيفة بسبب الفترة المطيرة اللي لسه خلصانة دي. تقوم بقى الرياح عاملة فيها 7 رجالة وشغالة، وتقعد تفتت وتضعف أكتر في الصخور، وتحفر كمان منخفضات وتطير الصخور وتنقلها وتقوم مرصباها في مكان تاني، وتكون لنا ايه بقى في المكان التاني ده؟ رواسب رملية زي ايه؟ زي بحر الرمال العظيم، وتسيب لي المكان الاولاني منخفض زي منخفض القطارة والخرجة، وكمان منخفض البحرية اللي حكينا عنه من شوية اللي كان قبة اتكونت بفعل ايه؟ الالتواءات، برافو، وبعدين تدخلت العوامل الخارجية المفترية وحولته المنخفض يا عيني. يبقى نفهم من كده ان العوامل الخارجية والداخلية شبكة موصلة ببعضها، كلهم بيساعدوا بعض علشان هدف واحد وهو تشكيل سطح مصر. تعالى بقى نشوف ابوك الحاج كاتب لنا ايه في الكتاب تاني، يلا بينا. قالك بقى ان نتج عن حركة الرياح غير تكوين المنخفضات تكون الغطاءات والكثبان الرملية وحركتها، والتي تنتشر فوق مساحة واسعة من الصحراء الغربية زي ايه بقى؟ زي بحر الرمال العظيم. طيب فين بقى بحر الرمال العظيم ده؟ تعال نشوفه على الخريطة، يلا بينا. اهو مكان كبير جدا ومترصب فيه رمل كتير جدا. مين بقى اللي رصبه؟ الرياح، عوامل التعرية الهوائية. عاوز اقول لك بقى ان تعد الرياح الشمالية الغربية السبب الرئيسي في تكوين وحركة الاشكال الرملية. يعني ايه بقى؟ يعني الهواء اللي عامل لنا القلبانة دي كلها بيجي من الجهة الشمالية الغربية، اللي هي الجهة دي بيجي من الاتجاه ده، وعلشان كده تلاقي معظم الاشكال اللي اتكونت بفعل الرياح موجودة في الصحراء الغربية، زي مثلا بحر الرمال العظيم، وكمان منخفض القطارة والخرجة. اخر حاجة معانا بقى في درس النهاردة ان الرياح زي ما ليها فوائد ليها كمان اضرار، ومن اضرارها رقم 1 تعطيل حركة المرور. الرياح بقى ممكن تطير الرمل ويقوم مغطي الطرق ويعيق حركة المرور والطرق، صح كده ولا ايه؟ كمان ممكن الرياح بقى تطير الرمل والصخور اللي نحتتها وترميها في الابار وتردمها، وهيبقى طبعا من الصعب على الناس اللي بتستخدم مية الابار دي في الزراعة انها تستخدمها، وبكده هيكون عندي اضرار بالاراضي الزراعية وكمان مشاريع الاستصلاح الزراعي. وبس يا سيدي، دي كانت حكاية النهاردة من درس التكوينات الجيولوجية. فرمنا درس التكوينات الجيولوجية وتشكيل سطح مصر، وعرفنا قد ايه الدرس سهل جدا مش صعب خالص زي ما الناس كانت بتقول. اهم حاجة بقى الكلام ده لازم يتذاكر حالا، ما ينفعش يتأجل، هيتساب هيتنسي ويبقى ربنا يعوض علينا. ومش باقي معانا كده غير ان ندعي لكم الدعوة الجميلة اللي بتحبوها، ربنا ييسر اموركم ويسعد قلوبكم ويحقق احلامكم ويفرج همومكم. اشوفكم الحلقة الجاية على خير، سلام.